عمرها حصلت معاكم تبقوا شغالين في قطعة بكل حب ومجهزين الخامات وضابطين المقادير بالشعرة ومستنيينها تنشف بفارغ الصبر، وفي اخر خطوة بالظبط وانتوا بتطلعوها من القالب بكل حذر تروح مكسورة وتسمعوا الصوت اللي بيتكسر ده؟ القالب ده بالذات كان دايما يعاندني بسبب الحتة اللي فوق دي. كان مستحيل تطلع لي القطعة كاملة، كانت لازم تتكسر، وتعبي طبعا كان كله بيضيع. فضلت اجرب حلول كتير لحد ما وصلت للسر، والسر طلع بسيط جدا وموجود تحت ايدينا وفي كل بيت. الحيلة كلها في مسحة خفيفة جدا من مادة دهنية او زيت، بمنديل كده بنمشي جوه التفصيلة اللي بتتكسر مننا على طول دي في القالب قبل ما نصبه. المادة الدهنية هنا بتعمل زي عازل سحري بيمنع المادة انها تمسك في السيليكون بقوة وقت ما بتنشف. وطبعا ما بننساش الحركة السحرية التانية اللي بتكمل الشغل. اول ما بصب بمشي الاستشوار على السطح وهو دافي، الهواء والحرارة بيطردوا اي فقاعات هواء مستخبية تحت، عشان الفقاقيع دي لو فضلت بتعمل خروم ونقر بتضعف القطعة وبتخليها تتكسر من اقل لمسة. بصوا بقى على النتيجة دلوقتي واحنا بنفتح القالب. القطعة طالعة. بصراحة هي طلعت معايا برضو مش بصعوبة، بس انا عشان كنت اول مرة اجرب الحيلة دي فكنت خايفة، بس هي طلعت بصراحة جميلة قوي وما فيهاش خدش، وتفاصيل الشكل ظاهرة. الحيلة دي بجد غيرت اللعبة بالنسبة لي ووفرت عليا خامات ومجهود ووقت كتير كان بيروح على الفاضي. وهو ده اساس شغل الهاند ميد عموما. الشغل اليدوي مش مجرد خطوات بنمشي عليها، ده فن حل المشكلات وطول البال. كل خامة وكل حرفة بيبقى ليها كواليس وتفاصيل صغيرة واسرار ما بيعرفهاش غير اللي ايده في الشغلانة. تكة صغيرة زي مسحة زيت او رشة وممكن تنقذ قطعة فنية وتغير الفينيش تماما من هاوي للاحتراف، وتوفر مجهود ساعات من التعب.